اللهم أنت القريب، وأنت الصاحب والحبيب، وأنت الوحيد المجيب، وأنت الشافي الطبيب، وأنت الذي تعلم ما نريد. اللهم ارحم ضعفنا، وآمن روعنا، وأسعد قلوبنا، وفرج همومنا، وارزقنا صبرا جميلا. اللهم يا فاتح الأبواب وجامع الأحباب، أسألك في هذا اليوم أن ترزقنا رزقا كالمطر حين يصب، واجمعنا بكل من نحب، وهون علينا كل صعب، واجعل يومنا سعيد وعمرنا مديد، واجعل لنا من كل ضيق فرجا، ومن كل هم مخرجا. اللهم افتح لنا بابا، ويسر لنا أسبابا، وأصرف عنا عذابا. اللهم إنا نسألك السلامة في ديننا وأبداننا، والمغفرة لآبائنا وأمهاتنا، والبركة في أرزاقنا، والصحة في أجسادنا. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم آمين يا رب العالمين. أسعد الله صباحكم بكل خير. اللهم امين يا رب العالمين. ربنا يسعد ايامكم كلها، مش صباحكم بس، ربنا يسعد صباحكم ومساكم وايامكم كلها يا رب. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. النهارده جايلكم بفيديو بسيط جدا، فيديو خفيف خالص كده يعني، وبص ما فيهوش اي تكلفه. يعني انا زي ما صورت الفيديو طلعته وكنت قايمه من النوم كده، اقسم بالله ما عارفه انا هعمل ايه، وما كنتش عامله حسابي كمان ان انا اصور، فقلت ان انا لازم اصور اليوم، وزي ربنا ما يدبر لي كده اليوم هيمشي معايا. وبالفعل هو اللي انا صورته النهارده كله بتدابير ربنا سبحانه وتعالى، وبرضا وبنفس حلوة وبنفس راضية ان شاء الله كده بكل اللي ربنا بيدهن. زي ما انتوا شايفين ما كانش عندي اي حاجة خالص تتعمل غير ان انا بس برتب السراير وشوية الغسيل دول كده لماهم ليا يوم، يعني عمالة اشيلهم من هنا واحطهم هنا. ما كانش ليا نفس خالص ان انا اطبقهم يعني كده على المنشر يعني وانا بلمهم. زي ما انتوا شايفين بس هي السراير اللي هتترتب. طبعا الشقة بقى مكنوسة ومتروقة قبلها بيوم، والمطبخ كمان نظيف جدا، مرتباه وغسله مواعيني ومرتبه المطبخ ومنضفاه وكنساه ومسحه الارض وعامله كل حاجه قبل ما انام. فاليوم معايا خفيف كده ويوم بسيط، قلت لازما ايه هصوره وان شاء الله كده الفيديو يطلع حلو وينال اعجابكم باذن الله. طيب مفيش بقى حاجة هتعمليها يا سمورة؟ امال طالعة تعملي ايه؟ طالعين بقى النهاردة يا جماعة نتكلم في موضوع مهم جدا جدا شاغل كل الناس، يعني موضوع غلاء الاسعار وان الناس مش قادرة ومفيش وما معناش وكده. بصوا يعني انا عايزة اقولكم على حاجة، ربنا سبحانه وتعالى بيدبر لنا ايامنا وبيدبر لنا يومنا، سوا فيه سوا ما فيش. ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيدبر لنا وهو اللي بيمشينا كده، يعني احنا بس منساقين واحنا سبب في ان الحياة تمشي، بس التدبير كله من ربنا سبحانه وتعالى. طبعا هو ده موضوعنا النهاردة. النهاردة زي ما انتوا شايفين بس هوريكم كده المطبخ، طبعا زي ما انتوا شايفين نضيف، ما فيهوش اي حاجة خالص، بس شوية مواعين كده هرصهم. ده كنا يوم الخميس يا جماعة، وانا كنت صايمة انا وزوجي ولوجي. طبعا لوجي احنا بندربها على الصيام علشان ان شاء الله في شهر رمضان تصوم اليوم كله وتصوم رمضان كله. طبعا هي لسه صغيرة انا عارفة، بس طبعا ايه بنحاول ان احنا ندربها يعني على الصيام وكده. فاحنا كنا صايمين كلنا يوم الخميس ده تطوع كده، وكان يوم جميل جدا وعدى بسرعة وما حسيناش بصراحة كده بالصيام. فيا رب يكون شهر رمضان خفيف كده زي الايام دي. زي ما انتوا شايفين انا بقول لكم ان انا مرتبه كل حاجه من بالليل ومنضفه وكل حاجه نظيفه وتمام. هشيش بس كده شباك المطبخ لما ارتب الغسيل، وبعد كده هنعمل الغدا الحلو اللي انتوا شفتوه ده او اللي انتوا شايفينه ده كده، شويه سبانخ وطاجن رز معمر وشويه اجنحه كده اللي طلعوا معايا من الفريزر زي ما انتوا شايفين كده بمعنى اصح. الفريزر بقى حد هيقول لي الفريزر مكركب، وبصوا يا جماعه انا والله ما عنديش فريزر اللي هو لوحده، انا ما عنديش غير الفريزر بتاع التلاجة ده، فهو ده اللي انا بشيل فيه كل حاجتي. يعني زي ما انتم شايفين عامله الرف اللي فوق ده كده للفاكهه وللعصاير يعني، والرف اللي تحت ده انا حاطه فيه بقى الفراخ والخضار اللي انا بشيله وصلصه بقى، يعني حاجات من دي. جبن، عندي لبن زياده بشيله فيه كده وخلاص، يعني حاجات اللي هي بتقضيني يعني اسبوع 10 ايام، وبعد كده بروقه وبشيل فيه الحاجات اللي انا عايز اشيلها على طول. ده لان انا ما عنديش فريزر. وده كمان يا جماعه حابه ان انا اقول لكم يعني ان انا اسفه جدا ان انا ما بعملش معاكم
اللي هي الروتينات بتاعه تفريزات رمضان والحاجات دي، لان انا ما عنديش مكان ان انا اشيل فيه بصراحه، ومحدش عارف يعني احنا بنعمل النهارده، مش عارفين بقى احنا هنعيش لما ناكل الحاجات دي ولا لا. فاللهم لك الحمد، الحمد لله يا رب على عطايا ربنا، والحمد لله ان احنا في نعمه كبيره من ربنا. اهم حاجه الستر والصحه وراحه البال. زي ما انتوا شايفين تلقائي كده وبدون اي تكليف، مخرطة البصلة كده معاكم والطماطم في الخلاط زي ما بعمل في يوم الحقيقي العادي جدا. يعني هو يوم كده طبيعي، بصوا يعني ما فيهوش اي تكلفة زي ما قلنا. انا بستخدم هنا المادة الدهنية اللي بستخدمها بصراحة اللي هو زيت عافية، زيت الذرة، جميل جدا في كل حاجة. اي نعم هي الازازة نطت كده من 80 جنيه ل 150 جنيه، بس طبعا الله المستعان احنا لازم نجيبها ولازم بنعمل منها يعني. انا ما بستخدمش بصراحة اللي هو الدهن الحيواني او السمنة المهدرجة، بستخدم زيت ذرة، ولما بيتوفر عندي دهن حيواني بيكون جاي مع لحمة فبستخدمه برضه. بس طبعا في اغلب الاوقات يعني بيكون هو زيت الذرة اللي انا بستخدمه بصراحة، خفيف كده في كل حاجة، وكمان يعني حلو خفيف على الجسم. قليت هنا كده للسبانخ وشغلت كده النار على شوية مية علشان اسلق فيها الفراخ اللي انا طلعتها من الفريزر. هو الكيس اللي طلع في ايديا كده من الفريزر يا جماعة كيس فيه جوانح، طبعا الجوانح دي جوانح بتاعت فراخ امهات من اللي هي الكبيرة اللي بيبقى وزنها 4.5 و5 كده. فهي الجوانح بتاعتها بتكون يعني مليانة، وانا بقطعها كده باخد منها ايه قطع كده من الصدر، فبتكون الجوانح يعني ايه محملة وحلوة، يعني تقضي وجبة كده زي ما بنقول. فهسيبت انا كده الصلصة يعني اتسبكت نص تسبيكة، وهنزل كده بكيس السبانخ عندي. انا كان عندي سبانخ يعني وغسلاها ومنشفاها وحطاها كده في الفريزر. بس بصراحة ما انصحكوش ان انتوا تعملوا السبانخ المفرزة دي، ما عجبتنيش خالص، وانا مش ضاريه ان انا اكلها كده. انا يا اما بشوحها واشيلها متشوحه كده في شويه شوربه، يا اما بعملها طازه كده في الموسم بتاعها يعني. فبصراحه ما عجبتنيش خالص فكره ان انا اعمل سبانخ متفرزه كده خضرة زي ما هي يعني من الفريزر. طعمها حلو وكل حاجه، بس بصراحه ما حسيتهاش كده زي الفريش يعني. بس انا زودتها هنا بقى شويه من الشوربه وهتبلها، وهشوف كده بقى الميه بتاعه الفراخ كانت بتغلي، وهحط فيها الفراخ، وفيديو عادي وفيديو بسيط. طالعه بشجعكم يا جماعه ان احنا نعيش على قدنا وما نبصش لعيشه غيرنا. ربنا سبحانه وتعالى بيرزق كل واحد برزقه، يعني انا رزقي النهارده كذا، فهو اللي ربنا مقدرهولي وقسمهولي هو ده. ف يا ريت بقى كلنا محدش يبص لعيشة حد، وكل واحد يبص لعيشته ويطور من نفسه على قد ما يقدر. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. معاكي اصرفي وهاتي ونزهي نفسك، ما معاكيش اعملي اللي على قدك، واعملي يعني اللي موجود في بيتك. اهم حاجة طبعا زي ما قلنا يا جماعة الصحة والستر. الصحة والستر دول نعمة كبيرة جدا من ربنا، ويعني محدش بيحس بيها غير اللي فقدها. فاحنا في حياتنا نعم كتير ربنا انعم علينا بيها، غير ان احنا يكون في فلوس او الدنيا غالية او الدنيا رخيصة. انا عارفة ان الدنيا غالية، واحنا اكتر ناس بنعاني من الغلاء، لان احنا الناس اللي الطبقة اللي هي المتوسطة زي ما بنقول، او احنا بقينا خلاص يعني نازلين على اللي تحت المتوسط. فاحنا بنعاني والله، يعني ربنا سبحانه وتعالى اللي يعلم الناس بتعاني من ارتفاع الاسعار قد ايه. بس بنحاول على قد ما نقدر ان احنا ندبر يومنا ونعيش حياتنا، وطبعا اللي ربنا بيقسمه لنا بنعمله. مش شرط ان احنا نعمل اكل فاخر او اكل احنا بنشوفه في القنوات. طبعا القنوات يا جماعة الكبيرة معاها وبتكلف وبتعمل، ربنا يوسع على الناس، بس في ناس كتير مش معاها ان هي تكلف وتجيب وتعمل العمايل دي. اعملوا اللي على قدكم، وخلوكم سعداء وفخورين ان انتوا ربنا سبحانه وتعالى قسم لكم حاجة حلوة النهاردة تعملوها. الحاجة الحلوة دي مش معناها لحمة وفراخ بس يا جماعة. الحاجة الحلوة دي ان انت حط نفسك الحلو كده في اكلة حلوة بسيطة، صدقيني هتطلع احلى حاجة في الدنيا. نفس الامهات ونفس امهاتنا ونفسنا احنا لولادنا وحبنا لبعض وحاجات كتيرة بتعوض ان احنا يعني ايه، بتعوض حاجات كتير احنا بنشوفها ومش عارفين نعملها ومش قادرين ان احنا نعملها.
فزي ما انتوا شايفين يوم بسيط ويوم كله بساطة ورضا والحمد لله. اهم حاجة ان احنا نكون مبسوطين وسعداء، وفي حاجات كتيرة بتتطلب مننا ان احنا يعني نهتم بيها اكتر من ان احنا نعمل اكلة حلوة ونصرف والحاجات دي، زي علام ولادنا، زي ان احنا نخلي ولادنا مش ناقصهم حاجة في علام، في لبس، في مصاريف، في حاجات كتير يعني. طبعا ادعموا نفسكم وادعموا ازواجكم في الايام ديت. يعني بصوا الرجالة سبحانه وتعالى، يعني ربنا آه، مش قادرة اقول لكم هما بيعانوا قد ايه. يعني فعلا كل عائل أسرة ربنا يقويه يا رب، وما تكسرش اي حد قدام ولاده، وما تكسرش راجل قدام اهل بيته يا رب، اللهم امين. طبعا الستات اللي بتشتغل وربات البيوت كلنا بنعانوا من ارتفاع الاسعار اليومين دول في مصر. طبعا الارتفاع الاسعار ده في كل حتة، بس طبعا احنا عندنا في مصر يعني بنحس بيه اكتر، لان طبعا يعني الدنيا ضيقة والدنيا تعبى الناس. فالحمد لله ان احنا يعني الحمد لله كده ربنا انعم علينا بان احنا نعرف نقضي يوم. ده كان موضوعنا، وده كان هدف ان انا اطلع اتكلم معاكم في فيديو زي ده، لان طبعا في ناس بسيطة زي حالاتي كده بتسمعني، وناس انا اعرفهم قريبين مني، فبنحاول ان احنا ندبر يومنا ونمشيه زي ربنا سبحانه وتعالى ما بيريد. زي ما انتم شايفين هنا كنت جايبة بقى ازازة لبن كده من الفلاحين، يعني بخير وبقى كده بالقشطة بتاعته زي ما بنقول. بصراحة احنا ما بنجيبش من اللبانة ولا بنجيب اللبن اللي هو المغلف، احنا بنجيب اللبن السايب اللي بالكيلو من الفلاحين كده على طول. بتدينا مثلا الازازة لترين ونص، لترين زي ما بتكون بقى. بنجيبها بخيرها زي ما انتم شايفين كده، وبنغليها وباخد منها القشطة اللي بتبقى على وش اللبن كده. تاني يوم باخد القشطة بقى اعمل بيها اي حاجة، احطها في رز بلبن، في رز معمر زي ما انتم شايفين كده، اعمل منها اي وصفة تانية. فبنحاول ان احنا يعني نلم الدنيا كده ونلم امورنا ونعدي يومنا. طاجن الرز بقى الجميل اللي انتوا شايفينه ده، حطيت كده فيه معلقة من السمنة البلدي مع شوية القشطة وشوية من الملح، وقلبتهم كويس مع بعض. وهضيف عليهم دلوقتي لبن حليب على مية سخنين، انا كنت مسخناهم شوية علشان كنا يعني العصر أذن وما كانش فاضل كتير على المغرب، وكنا بقى ايه صايمين بقى، والسقعة بتجوع والحاجات دي انتوا عارفين. فكنت بقى بستعجل يعني علشان الرز يغلي على طول، فسخنت اللبن. هدخله طبعا فرن البوتاجاز واسيبه، وهتكون دي شكل الاكله بتاعتنا بعد ما خلصت. عملت الفراخ سلقتها وحمرتها، وشويه السبانخ طالعين برضو طعمهم جميل وشكلهم حلو، وطاجن الرز وكم كوبايه عصير كده وبولة شوربه، وبألف هنا وشفا يا رب. وربنا يحسن ما بين ايدينا كلنا. اعملوا يا جماعه اللي على قدكم وعيشوا الحياه ببساطه. واشوفكم بقى في فيديو جديد وروتين جديد، ومع السلامه.